بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. يا رب، كانت أمنية حياتي إن الباب ده في وقت من الأوقات يتفتح لي، وها أنا بعد لحظات بإذنك يا رب المفتاح جاي من الوزارة عشان ربنا تقبل دعوتي ويتفتح باب الحجرة النبوية اللي فيها مقتنيات سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا عشان اوريكم جواها ايه. يا رب يا رب. بصوا يا جماعه، احنا دلوقتي هنبدا ان شاء الله رب العالمين نفتح الحجره النبويه، وفتحها مش بيتم كده بسهوله، هو في اجراءات امنيه بتحصل عشان خاطر ما يحصلش تجمهر. المفتاح عايز اقول لكم ان هو بيبقى مع مدير مكتب الوزير شخصيا، بيجي بيه من الوزاره او من مكتب الوزير لحد هنا عشان يفتحه، وبيبقى تحت اجراءات امنيه مشدده. هنفتح دكتور شيخ ابراهيم، اخبار حضرتك ايه؟ المفتاح بيبقى معاك انت، في مكتب انت اللي مؤتمن عليه. في مكتب معالي الوزير، واحنا بالمأمورية بنيجي نفتح لأي زيارة يعني مثلا رسمية أو كده. طب هنسمي الله. بسم الله. بس يا جماعة يعني بسم الله الرحمن الرحيم، حدث عظيم يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليه وسلم. يعني محدش بيدخل إلا عدد محدود جدا عشان برضه المكان والمقتنيات، لأن دي طبعا مقتنيات نفيسة. كفاية إن هي مقتنيات سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. ماشي يا اخوانا كده واحده واحده يا كده جماعه يعني انا والله بحبكم كلكم وكلكم يعني انا والله نفسي اخدكم معايا، ولكن هي اجراءات امنيه، هي اجراءات امنيه مش اكتر يعني. كل سنه وانتم طيبين. يلا يا جماعه لازم نخش دلوقتي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم وعلينا من الله ورسوله. بمجرد ما اول خطوه خطيتها هنا انا حسيت باحساس، انا جسمي اشعر اول ما دخلت الحجر النبويه الشريفه. السلام عليكم وعلينا من الله ورسوله. يا رسول الله، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. الحجره النبويه اللي فيها مقتنيات سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم.